منافسة في الفنون القتالية. مرحبا، أنا عريفة بسيسو. أحلى أشياء بحياتي هي السفر، الأكل، والفنون القتالية. كل بلد بسافر عليه بحب أتعرف على ثقافته، نكهاته، وفن القتال اللي برز فيه. أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، من جزيرة بسيطة لمدينة عالمية بكل المعايير، قلاع وقصور، سباقات الهجن والفورمولا 1، ناطحات سحاب ومتاحف عالمية، مسقط رأس ADCC، عاصمة الجوجيتسو، جزيرة النزال. عندي 48 ساعة في أبو ظبي، خليكم معي عشان تشوفوا إيش رح أعمل. أول إشي حبيت أعمله هو إني أشوف أبو ظبي من أعلى نقطة للتأمل في الإمارة، منارة الرؤية، من ارتفاع 300 متر عن سطح البحر بالطابق 74 من أبراج الاتحاد. وهلأ على أيقونة أبو ظبي جامع الشيخ زايد الكبير اللي بيمتاز ببياضه الناصع ومزجه لمدارس العمارة الإسلامية. يعد مسجد الشيخ زايد من أكبر المساجد في العالم، فيه 1096 عمود و82 قبة. يضاء المسجد بثريات مرصعة بكريستال سواروفسكي. هاي أكبر سجادة مصنوعة يدوياً في العالم، مساحتها 5700 متر مربع. أنا هلأ بواحد من أفخم القصور في العالم، قصر الوطن، القصر الرئاسي لدولة الإمارات. هون بيلتقوا قادة الإمارات وبيستضيفوا القمم. هاي قاعة الاجتماعات الرئيسية. هذا عمل فني من مقولات الشيخ زايد. هاي مكتبة كلها كتب نادرة من العصر الذهبي للحضارة العربية. هدول هدايا دبلوماسية من كل أنحاء العالم. هذا أقدم مبنى في أبو ظبي، قصر الحصن. عنده أساسات بتعود لسنة 1760، كان مقر للحكم وبيت للأسرة الحاكمة، وفي برج بيعود للقرن الثامن عشر. أبو ظبي عاصمة الجوجيتسو. بهاي المقابلة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بيحكي ليش استثمر الملايين لتصبح الجوجيتسو الرياضة الوطنية بدولة الإمارات. My son is learning jiu-jitsu and I practice this and I let my son to practice it. My son, after 2 years of practicing, his personality changed. And if I will invest it in my son, I'll invest it in my country. Every single one of my school in Abu Dhabi will be jiu-jitsu is the sport number 1. إن شاء الله نشوفكم كل سنة تاخذون بطولات. انتم كلكم عيالي، وانا وايد احب هاي الرياضة. انتم تشرفونا، انتم اللي تشرفون البلاد. خليني أحكي لكم كيف بلشت القصة. بسنة 1993 كان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بيدرس بسان دييغو كاليفورنيا لما حضر UFC 1، الحدث اللي حط الفنون القتالية على الخارطة. هدفه تحديد إيش أكتر فن قتالي فعال ببطولة فيها الحد الأدنى من القوانين. قدر شاب برازيلي نحيف لابس بدلة بيضة أن يذهل العالم ويفوز ب3 نزالات بنفس الليلة بالدقايق الأولى. هذا الشاب هو الأسطورة هويس غريسي. أسلوب فوزه هو الجوجيتسو البرازيلية، فن قتال أرضي أصله من اليابان، طورته عائلة غريسي بالبرازيل، بيعتمد على تقنيات إسقاط، تثبيت وإخضاع. بعد ما أثبت هويس غريسي فعالية الجوجيتسو، صارت الفن القتالي الأسرع انتشاراً بوقتها. بلش سمو الشيخ طحنون يتدرب جوجيتسو بجريسي باها مع نيلسون مونتيرو، ولما رجع على بلده كان عنده هدف نشر الجوجيتسو بالإمارات والعالم، فأسس فريق ونادي أبو ظبي للقتال. وبسنة 1998 أسس بطولة نادي أبو ظبي للقتال ADCC، هي UFC بس للقتال الأرضي، ممنوع الضرب على الوجه والجسم. هدفها نعرف إيش أكتر فن قتالي فعال على الأرض، جودو، جوجيتسو، مصارعة أو سامبو. وصارت ADCC أقوى بطولة لمصارعة الإخضاع بالعالم، وتعتبر الآن الأولمبياد لفنون القتال الأرضي، والشيخ طحنون هو الأب الروحي لهاي الرياضة. ضل الشيخ طحنون يتدرب جوجيتسو مع أبطال العالم لغاية ما صار أول عربي بيحصل على الحزام الأسود من الأسطورة هينزو غريسي بال2001.
سنة 2008 أدخل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رياضة الجوجيتسو على المدارس والقوات المسلحة، وصارت الإمارات أول بلد بالعالم بدرس الجوجيتسو ضمن المنهاج الدراسي، وهيك صارت الجوجيتسو الرياضة الوطنية ضمن مشروع حكومي رسمي مدعوم بموارد لا محدودة بإشراف المدرب كارلوس سانتوس. سنة 2009 صارت أبو ظبي وجهة عالمية للرياضيين لما تأسست بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. سنة 2010 وبسبب رؤية القيادة اللي خلت الجوجيتسو تصير رياضة وطنية شعبية دخلت كل بيت إماراتي، ظهر سمو الشيخ محمد بن زايد على غلاف أهم مجلة لأخبار الجوجيتسو بالعالم، غريسي ماجازين. سنة 2012 تأسس اتحاد الإمارات للجوجيتسو. سنة 2022 صار أكبر إنجاز عرفه جوجيتسو الإمارات منذ انطلاقته، وسعيد الكثيري دخل التاريخ كأول إماراتي بيفوز بذهبية الحزام الأسود ببطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. بما إني في أبو ظبي تعرفت على البطلات اللي حلمهم يجيبوا إنجازات لبلدهم وبعدين يصيروا مدربات منتخب، وتدربت مع منتخب صقور الجوجيتسو تحت ال16 وشفت كيف بحضروا لبطولة العالم. كل بلد بسافر عليه بحب أجرب أكل الشارع فيه. الباراتا خبز هندي بينرق، بينقلب وبينضرب عشان يصير طري، بيحطوا عليه جبنة دهن، شيبس عمان وشطة. شاي كرك بتكون من شاي أسود، حليب مكثف محلى، هيل وزعفران. الجيمات هي عجينة مدورة مقرمشة من برا وطرية من جوا، بيحطوا عليها دبس التمر والسمسم. بلشت فعاليات أسبوع أبو ظبي للتحدي، فرحت على ياس مول عشان أحضر التدريبات المفتوحة لواحد من أكثر النزالات المترقبة بالUFC، نزال على لقب الوزن الخفيف بين مقاتلين متخصصين بالقتال الأرضي، تشارلز أوليفير ضد إسلام ماخاتشيف، الجوجيتسو البرازيلية ضد السامبو والمصارعة الدغستانية. عشت تجربة البيت الإماراتي مع ميثا وأخوها منصور. شربنا قهوة إماراتية مع هيل، زعفران ومية ورد. عرفتني على عاداتهم وتقاليدهم. يلف من وراء وينمسك ينربط. وبما إنه ما في أذكى من أكل البيت، أمها طبخت 3 أكلات إماراتية: مرقوق دياي، مجبوس دياي، هريس. عرفتني ميثا على أنواع الطيب والبخور والعطور والزيوت. كتير حبيت المخمرية والعود المعطر. يومي الثاني بأبو ظبي بلش بريوق إماراتي بمطعم ميلس. دقت النخي، شاي مع حليب، باقيلا، بيض مع بندورة، فول مجروش، بلاليط، تشكيلة خبز وتشامي. سباق الهجن أشهر رياضة شعبية في الإمارات، تعد موروث ثقافي رياضي وجزء من تراث الدولة. زرت عزبة الهجن تبع الضاعن الغفلي، متمرس وصاحب إنجازات كتيرة بهاي الرياضة. ورجاني الركب الآلي، الاختراع الإماراتي اللي حول رياضة الهجن لما استبدل الإنسان بآلي وزنه 1.5 كيلو بتحكم فيه عن بعد بريموت كنترول، وحكالي كيف بهجنوا الإبل لإنشاء سلالة جديدة من الجمال مخصصة للسباق، وكيف سرعتها الإجمالية زادت. الصحراء بتغطي 80% من الإمارات، امتداداً من الساحل الجنوبي للخليج العربي وصولاً لصحراء الربع الخالي. هاي صحراء الختم في أبو ظبي، تتميز بكثبانها المرتفعة ورملها الناعم وجمالها المتجولة.
الصقر هو الطير الوطني، رمز ثقافي وشعار دولة الإمارات. مستشفى أبو ظبي للصقور هو أول وأكبر مستشفى في العالم بيقدم الرعاية البيطرية للصقور. هون بيجوا الصقور لتقليم الأظافر، تبديل الريش وعمليات للمنقار. هذا كان طائر سمان، والصقر من أقوى وأشرس الطيور الجارحة. وزن الصقر بيوصل لكيلو ونص، وسرعته بتوصل ل 300 كيلومتر بالساعة. كل بلد بسافر عليه بحب أروح على متحف فيه. اللوفر أبو ظبي أول متحف عالمي في الوطن العربي. المبنى نفسه تحفة فنية من تصميم المعماري جون نوفيل، بيجمع بين التصميم الفرنسي والتراث العربي. اللوفر أبو ظبي هو المتحف الوحيد اللي بيعرض الأعمال الفنية حسب تسلسلها الزمني ومش حسب التقسيم الجغرافي، عشان يورجي العوامل المشتركة على مدى العصور. يلا على حلبة مرسياس. وهلأ صار وقت الأكشن. هون يقام السباق الختامي للفورمولا 1 كل سنة. سوقت أستون مارتن GT4 على مسار الفورمولا 1 بالسرعة القصوى. تتميز حلبة مرسياس إنه عندها 21 منعطف وتاني أطول مسار مستقيم. كامل ستيشن مطعم إماراتي. أكلت لازانيا، برجر، وأذكى ديزرت من اختراع الشيف ألبش، 3 طبقات باف بيستري مع كريمة، بوظة فانيلا وتوت أحمر وأزرق. قصر الإمارات واحد من أفخم وأشهر الفنادق بالعالم. هون صوروا فيلم فيوريوس 7. لو كافيه بيقدم كابتشينو قصر الإمارات الشهير، وهو عبارة عن قهوة مع حليب مرشوشة برقائق ذهب عيار 24. وأنا طالعة تعرفت على عبد الجبار، أطول رجل بالإمارات. تجارة الذهب جزء من ثقافة الإمارات. سوق الذهب في أبو ظبي موجود في مركز مدينة زايد للتسوق، في أكثر من 70 محل وبتلاقي إشي لكل ذوق. للبحر أهمية كبيرة في حياة الإماراتيين وتاريخهم. قبل اكتشاف النفط كانوا بيعتمدوا على استخراج اللؤلؤ وصيد السمك. سوق السمك في أبو ظبي موجود في ميناء زايد. وهلأ على الاتحاد أرينا لنحضر الميزان الرسمي لUFC 280. بس قبل خليني أحكي لكم كيف بلشت العلاقة بين أبو ظبي والUFC. بسنة 2010 اشترت شركة فلاش للترفيه التابعة لحكومة أبو ظبي 10% من منظمة الUFC، وجابوا أول ليلة قتال مباشر بالوطن العربي UFC 112. صعب ننسى إيش أندرسون سيلفا عمل بديميان مايا. سنة 2014 كان في فايت نايت 39 نوغيرا ضد نيلسون. سنة 2019 وقعت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي عقد لمدة 5 سنوات مع الUFC إنهم يجيبوا حدث رئيسي مرة بالسنة. هون دافع مقاتل العرب المفضل حبيب نور محمدوف عن لقبه ضد داستن بوريه. صارت أبو ظبي الرياضية الشريك الإعلامي اللي بيبث كل النزالات على التلفزيون، وصار في تعليق على النزالات بالعربي. وأطلقوا UFC أرابيا، منصة رقمية مختصة ببث النزالات وأرشيف لأحداث سابقة ومحتوى عن الفنون القتالية. وعملوا أسبوع أبو ظبي للتحدي. بسنة 2020 فشت جائحة كورونا بالعالم وانحجرنا ووقفت كل الأحداث الرياضية لغاية ما أعلن دينا وايت عن جزيرة النزال ياس آيلاند بأبو ظبي. قدرت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي إنها تأمن أكبر منطقة آمنة بالعالم لاستضافة سلسلة من النزالات وسط تدابير احترازية صارمة، وهيك صارت أبو ظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة. جزيرة النزال حققت إنجازات أسطورية، 14 حدث ناري بسنتين فيهم أقوى النزالات وأحداث ما بتنتسى. حمزات شمايف لعب وفاز نزالين ب10 أيام. حبيب صدم العالم لما اعتزل بعد دفاعه عن اللقب UFC 254. وتم افتتاح الاتحاد أرينا، وكونر ماغريغور وصل على جزيرة ياس على متن يخت. جلوفر تيشيرا فاز باللقب بعمر 42 سنة.
ودينا وايت حصل على الإقامة الذهبية بالإمارات. وهيك منكون وصلنا ليو اف سي 280 تشارلز أوليفيرا ضد إسلام ماخاتشيف. Abu Dhabi, give some noise. Wish all the best. Islam Makhachev. And here he is, folks, the man around whom this white code was built, Charles Cooper. وهيك بكون قضيت 48 ساعة في أبو ظبي، تعرفت على ثقافة الإمارات، ناسها، أكلها ورياضتها. وين فكركم رح تكون ال 48 ساعة الجاي؟